أرض المحشر. وين؟ يقول له عم فتش على حسنة. يقول له أنا عم فتش على حسنة، خذ مني حسنة وأنا فتش على حسنتين. فيقول الله تعالى: كريم يتكرم على كريم وأنا أكرم الأكرمين، خذ بيد أخيك وادخل الجنة. هذه فضيلة هذه الأخوة اللي أنتم فيها الآن يمكن ما تتعرفوا على بعض كثير الآن، ولكن بالآخرة بتعرفوا بعضكم تمام، مثل وضح النهار. تطلع فيه بتشوفه في كربة، تقول له: ما أنت كنت معي في جامع الرحمن؟ بيقول لك: نعم. خير، عندي حسنات زيادة الحمد لله. شو بدك؟ بدي كم حسنة. تعال. بيعطيه، وإذا أعطاه رب العالمين بده يكرم عباده، يخليه يفتش على حسنة. إنسان أسرف على نفسه، محب وصادق وقريب وذاكر، بتغلبه نفسه بوقت من الأوقات بيوقع، بيرجع بيبكي، بيرجع بيتضرع، بيرجع بيتوب إلى الله، بيرجع شوي تاني بيحرر يشغل فيه الشيطان، بيرجع بيوقع، بيرجع بيتوب وبيبكي وبيتضرع إلى الله. هذا رب العالمين ما بيضيعه. علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب. يا سلام. كلما وقعت وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. نحن حالنا هيك، عسى الله أن يتوب عليهم. نحن بنخلط عمل صالح وعمل سيء، مرة بنوقع، مرة بنغفل، مرة بنذكر. بعدين لما بنذكر قلبنا يمتلئ بحب الله وبذكر الله، نطلع بحالنا نحن كيف غفلنا قبل ذلك. فما زال يستمر هذا الإنسان بذكر الله وبحب الله وبالتوبة وبالعودة إلى الله، أواب، يعود دائما، كلما وقع يعود. بعدين بيوصل إلى مرحلة بيصير عنده حفظ من الله سبحانه وتعالى، بيصير بيستشعر مراقبة الله معه أينما كان وكيفما كان. شوف الهيبة معه، هيبة جلال الله، فلا يستطيع أن يعصيه بعد ذلك. خلاص وصل إلى مرحلة. لذلك أولياء الله ما هم معصومين، ولكن محفوظين، عندهم حفظ من الله سبحانه وتعالى. حسنات الأبرار سيئات المقربين. كيف يعني هذا الكلام؟ تشوف ولي من أولياء الله الكبار بيقول لك: الله يعفي عنا يا ابني، نحن شو عم نوقع بالذنوب. الجاهل أو البسيط ولي من الأولياء واقع بالذنوب، ما بيعرف شو بيقصد هذا الولي، هذا العارف بالله. انت بفكرك وانا بفكري انه الذنب يعني الزنا، يعني الذنب يعني سرقة، ذنب يعني كبيرة من الكبائر. لا 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 لا، هذا غير ما بيفكروا فيه. هن لما ارتقوا في مدارج السلوك وفي مراتب العلو في مشاهدة الحق، وصل إلى مرحلة إذا في البداية إذا وقع في الذنب كان يعني يحاسب نفسه، النفس اللوامة. بعد منها لما بيصير النفس الراضية والمرضية والملهمة والكاملة، بيصير إذا ترك صلاة التهجد بيبكي: ربي هل يا ترى أنه ما قبلني، عندي غفلة لحتى ما قمت على صلاة التهجد. بصير صلاة التهجد إذا تخلى عنها أو إذا تركها، معود يصلي 8 ركعات في التهجد، ساعتين بين يدي الله، إذا صاروا ساعة بقول: شو عامل أنا اليوم؟ هذه حسنات الأبرار سيئات المقربين. الأبرار بيصلي الفجر حاضر في المسجد، هذا أبرار. العادي الإنسان إذا صلى الفجر قبل طلوع الشمس بدقيقتين لك أنا صليت حاضر. لا 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 لا، إذا ما قمت أهل الليل، إذا ما قمت كل يوم موعد مع الله بين يدي الله، يصفون أقدامهم وتخضل لحاهم من البكاء بين يدي الله. هذا الحال الفرح اللي عندهم، هذه فشة الخلق لما بيوصلوا لها، هون بيكونوا هذه حسنات الأبرار سيئات المقربين. وبكل صنعة إلى أهلها. بتشوف في طبيب دارس، في طبيب متدرب، في طبيب مختص، اختصاص عين، اختصاص قلب. بتشوف بعدين في بروفيسور، بكل شيء في اختصاص. وانتم الآن هذا اختصاص من الله لكم، أن أتى بكم إلى بيت من بيوته
تسمعون ذكر الله، تسمعون مدح الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، تسمعون الموعظة، تمتلئ قلوبكم بذكر الله وبالصلاة على رسول الله ومن هيبة الله سبحانه وتعالى، فتخرجون إن شاء الله مغفورا لكم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم، يعني نحن بتحضر شيء بيطلع شيء، الله أعلم، أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والحمد لله رب العالمين على نية القبول. وإلى حضرة الرسول الفاتحة. والحمد لله رب العالمين. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. صلى الله على صلى الله سوا سلم صلى الله صلى الله لحما طيبة قلبي زاد شوقا واشتعال، سائق الأضعان سير بي نحو غاتك البقاع. صلى الله سوا صلى الله صلى الله صلى الله عليه. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داعي. صلى الله صلى الله صلى الله على محمد صلى الله سوا مرحبا يا مصطفى نورك البهي أضاء، رغم أنف الملحدين فيضهم عم البقاع. صلى الله على محمد صلى الله صلى الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله. يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي. يا أيها والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي. المجد والسدد والشرف المؤيد يا حبيبي يا محمد من الضريح حي. يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحاضرة سلطانها الغيبي. الفاتحة.